كام مرة قليتِ البطاطس وطلعت لونها غامق واتضايقتِ جدًا؟ لأ دي مش بطاطس التحمير وطلعت بطاطس للطبيخ. في الفيديو ده هاعرّفِك إزاي تعرفي الفرق بين بطاطس التحمير وبطاطس الطبخ. كلنا محتاجين الفيديو ده جدًا، جدًا. أنا هاخلّيكِ خبيرة في البطاطس. هتروحي عند الراجل يقول لِك والله دي تحمير يا مدام، يقولوا لأ يا حبيبي خلّيها لك، دي بطاطس طبيخ. طبعًا هنشوف بقى في الفيديو زي ما أنتم شايفين أنا جايباها لكم بالطينة بتاعتها وكل الرملة اللي عليها عشان إحنا بنشتريها بنفس المنظر ده. طبعًا هاغسلها لكم وهاوريكم الفرق ما بينهم، بس دي الغامقة اللي أنتم شايفينها دي بطاطس الطبيخ. بُصّوا بتبقى لونها غامق إزاي، بتبقى حتى لونها من برّه غامق غامقة كده، أمّا بطاطس التحمير هتلاقيها لونها فاتحة، اللي أنا ماسكاها لكم دي بطاطس التحمير بتحسيها فاتحة كده ولونها مصفر كده وعليها رملة كده خفيفة. أمّا التانية الغامقة دي وكمان الفرق ما بينهم بُصّوا غسلتها لكم إزاي، غسلتها لكم بالفرشة التحفة دي بُصّوا الفرشة دي سحرية. بُصّوا زي ما أنتم شايفين غسلتها. أمّا البطاطس اللي قدّامكم اللي فيها نقطات حمرا دي بطاطس للتحمير. أمّا الغامقة دي اللي ما فيهاش ولا نقطة حمرا دي تعرفوا اللي هي التانية الطويلة دي بطاطس للطبيخ. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا حلوين. السلام عليكم.